انا اليوم نازل لحتى اعمل تجربه اجتماعيه جديده. رح اطلب من اخواتنا المصريين انه يكتبوا شيء للسوريين، ورح اطلب من اولاد بلدي يكتبوا شيء للمصريين، ورح اسالهم كمان كيف كانت اجواء العيد بمصر. يلا معي لحتى نشوف كيف كانت اجواء العيد، ورح نشوف شو رح نكتب لبعض. تعالوا معي. كيف اجواء العيد كانت في مصر؟ لا حلوة كثير. إذا أعطيتك ورقة وقلم شو ممكن تكتب لأهل مصر أو لمصر؟ شو ممكن تكتب؟ يعني الأم. كلمة بسيطة بس معناها كبير كثير. إذا أعطيتكم ورقة وقلم شو ممكن تكتبوا لأهل مصر أو لمصر؟ شو ممكن تكتبوا؟ يعني أكيد بدنا نكتب كلمة شكر يعني من قلبنا. الحمد لله كملنا مستقبلنا هون، يعني بمصر بدنا نكمل مستقبل. شو اكثر كلمه بتحبي تسمعيها من السوريين؟ لما باجي اتكلم معاهم وكده بعد ما بنتعرف بيقولوا لي اهلا وسهلا. شرفتينا. طيب انا بدي اطلب منك تكتبي شيء للشعب السوري او عن سوريا. تفضل. احسن الناس اللي جم بلدنا طبعا مصر رجال، في ناس كتير جدا من جميع انحاء العالم جم، بس فعلا هم من اطيب الشعب اللي جم، وفي تعاملاتهم في كل حاجه فيهم كانوا كويسين جدا معانا. كمان منك تكتبي. شو كتبتي؟ مصر احلى بيكم، وربنا يحمي بلدكم ان شاء الله وترجعوا لها بالف خير. كيف كانت اجواء العيد بوجود السوريين؟ اكيد احلى، اصلا بالذات المنطقه دي مع السوريين وكده بحسها بقت احسن وبقينا يعني قريبين من بعض اكتر. شو ممكن تكتب كلمة لأهل مصر؟ والله شكرا على كل شيء شايفينه. تمام. شو أكثر كلمة بتحب تسمعها من المصريين؟ عسلية. عسلية. شو أكثر كلمة بتحب تسمعها من المصريين؟ في كلمات كثير حلوة يعني، ولنا مثل شو أكثر كلمة؟ يا برنس، يعني قلناها كثير يا برنس. يا برنس. يعني صار مصري، ازيك عامل ايه كذا. حتى شي بيقولوا لنا هم مز. يا مز. عامل ايه يا مز؟ كيف العيد بمصر شايفه؟ لا تمام الحمد لله، الأجواء حلوة كتير والجو حلو، والمصريين أخواتنا وكرم المصريين زيادة عن اللزوم والله. شو ناقصنا نحن هون السوريين بالعيد؟ شو شايف ناقصنا؟ ناقصنا الوطن وناقصنا الأهل والحبايب، وترجع سوريا إن شاء الله إلى طبيعتها المعهودة عليها إن شاء الله، والله يحمي السوريين وكل السوريين إن شاء الله ويفرج عنهم ان شاء الله باذن الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف شايفه العيد بمصر؟ حلو تمام ماشي. حلو. شو أكثر كلمة بتحب تقولها بالمصري؟ ازيك يا صاحبي؟ كيف لقيت أجواء العيد بمصر؟ والله أجواء العيد بمصر يمكن مثل أجواء العيد عندنا بسوريا، ما في أي فرق. يعني جو حلو والناس مضيافة ومن أحلى ما يكون يعني، وما في أي مضايقات يعني بالنسبة للشعب هون ولا بالنسبة للحكومة الحمد لله. والتسهيلات اللي مقدمت لنا يا هون والله كثر ألف خيرهم، أقسم بالله. هذه الطبيعة يعني اللي كشفناها من 5 سنين لهلا. طلبت منك تقول كلمة للمصريين، شو بتقلي؟ بتمنى لهم الخير والأمان ببلادهم، وكثر ألف خيرهم على الأشياء اللي شفناها من هون واستضافتهم لنا. أنت من شوي عم بتقلي إنه في عندك كان مضافة بالشام، إذا رجعت لسوريا رح تخليها مضافة واحدة ولا رح تعملها مضافتين؟ لا أنا رح بعملها مضافتين لأهل مصر ولأهل سوريا ولجميع من بيجي لعنا. وأنا مو من هلا، من قبل استضفت العراقية واستضفت اللبنانيين واستضفت من كان يجي لعندي، وكنت أقدم له شقق وكل حاجة ببلاش كلها. أنا عندي كان مكتب عقاري وعندي بناء وعندي كل حاجة. من إجا كنت أستضيفه أنا، ومعروف ببلدي كنت. ما شاء الله عليك، من خيرة الناس اللي أنا قعدت معهم واللي كان لي شرف الحوار معهم. من وين؟ أنا من السودان. أهلين فيك. تقريبا معنا من وين حضرتك؟ انا من مصر. من مصر. حلو كتير انه اهل مصر والسودان قاعدين مع بعض قاعده واحده. كيف شفت اجواء العيد بوجود السوريين؟ والله أجواء حلوة، وفي أكتوبر هنا في كمية كبيرة من السوريين، وكافيهاتهم وأكلهم حلوة ولسانهم حلو كمان. تسلم لي يا رب، ونحن كمان بنحبكم كثير. شو أكثر كلمة سوري بتحب تسمع؟ أكثر كلمة سوري بحب أسمعها
منيح منيح. منيح منيح. كيف شفت اجواء العيد بوجود السوريين بمصر؟ لا طبعا تغيير جو جديد، يعني احنا جينا هنا بننبسط، بنشوف اشياء جديده، بنشوف السوريين مطاعمهم واكلهم وعاداتهم، ومعنا ناس جايين من سوريا كده بيحكوا لنا هناك حلو قيسون وما قيسون بتاعكم اسمه ايه؟ قيسون. كيف شفتي اجواء العيد بوجود السوريين بمصر؟ هو عموما يعني بص، سوريا جت عملت جو هنا في مصر، يعني حسيت انه المطاعم الناس نفسها الجمال كده، مهندمين كده، منظمين. مش قوي يعني. لا هم يعني هم كتير يعني. بص حبيناهم، يعني هم عملوا جو كده لمصر، بالذات انه في اكتوبر بقى. احنا دلوقتي هنا في اكتوبر في سوريين كتير جدا. شو اكتر كلمة سورية بتحبي تسمعيها؟ هو عامة انا بحب كل كلامكم بقى، اللي هو بقى كتير بحبكم، لك مش ظابطة ومش الحاجات دي كلها. سورية وعم تضحكي علي، سورية وعم تضحك علي، اكيد مصرية ولا؟ لا هو انتوا كل كلامكم حلو بصراحة، يعني كده تحس ان اللكنة بتاعتكم خفيفة كده وجميلة. بس لا انا بحب كل كلامكم بصراحة. جميلة. كيف اجواء العيد بمصر؟ كيف احنا عدينا العيد، بس كيف كانت اجواء العيد بمصر بوجود السوريين؟ السوريين دائما ما شاء الله في كل مكان بيضيفوا لمسه جميله جدا، لكنه مظهر ما شاء الله، بينشروا ثقافتهم بطريقه جدا جميله. روحهم حلوه في المكان، ابتسامتهم دائما ما شاء الله على وجوههم رغم كل الظروف، بس ما شاء الله عليهم، حتى متكاتفين كمان يحبوك. لو اعطيتك ورقه وقلم وقلت لك اكتب كلمه للشعب السوري او كلمه لسوريا، شو بتكتب؟ الروح الجميله، روح الجميله، السوريين فعلا روحهم جميله جدا. لو طلبت منك تقولي كلمه للسوريين او لسوريا، شو بتقولي؟ انا بحبكم قوي. نحن بنحبكم كثير. انا هكتب لسوريا انه هي بلدي وشعبها شعبي واهلها اهلي، ويا رب ترجع مثل الاول لحتى ارجع له، وانا ان شاء الله راجعه اكيد. قولي كلمه عن جبل قاسيون. قاسيون انا ما شفتوش، بس شكله حلو يعني بيحكوا عنه والله جد، لكن مليئة بتحكي عنه، بتطلع جبل في النهار وبتنزل بالليل وبتشوي هناك كلام كده كتير. بتمنى ان شاء الله يعني سوريا ترجع زي ما كانت. طبعا نحن وصلنا نهاية الفيديو بعد يوم طويل ومتعب كتير. راح اخذ رأي اخر حدا وراح شوف شو راح يقول. تعالوا معي لحتى نشوف شو راح يقول. شو رأيك نقعد هون؟ تفضل. فاك شو الأخبار؟ تمام الحمد لله والله. أنا حبيت أختم الفيديو معك. ربنا يخليك. كيف شايف أجواء العيد بوجود السوريين؟ والله ما فيش اختلاف خالص بين موضوع العيد زمان مع المصريين ومع السوريين، يعني حاسين ان هم مننا خلاص، كلنا بقينا دم واحد يعني. انت هون بالمحل بيجي لعندك زباين سوريين؟ اكيد طبعا بنسبة 75% اللي بيدخلوا السوريين. شو الكلام اللي بيقولوه ممكن انت تحفظه او تحب تسمعه على طول؟ يعني راعينا، اعطينا سكرة. اعطينا سكر. طبعا. شو صار معك موقف مع حدا سوري ممكن انه ما تنساه او تم تذكره على طول؟ لا هو كان ليا صديق هنا كان شغال معايا سوري، كان موضوع في البداية أنا كنت حاسس باختلاف، يعني إن هو سوري ومصري، فالموضوع كنت حاسس إن الدماغ شبه مختلفة يعني. بس بعد كده حسيت إن هو معايا طبيعي يعني، والموضوع عادي جدا. شو اسمه صديقك؟ شو ممكن تقول له إذا عم بيشوفنا؟ هو اسمه علاء، يعني أنا بقول له طبعا هو وحشتني جدا، لو هو سافر كندا دلوقتي. تمام. ونفسي أشوفه تاني والله، أنا نفسي يرجع مصر تاني، لأن أنا خلاص حسيت إن هو بقى واحد مننا يعني. أنا حبيت أعمل تجربة جديدة. طبعا أنا بالأول عملت تجربة اللي هي توزيع الورد للمصريين، اللي بدل على حبنا نحن كسوريين لمصر. عم شوف اليوم لا حب سوري مصري، كمان شفنا ناس من العراق، شفنا ناس من السودان، كله حب السوريين. فهذا شيء كتير حلو. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يديم المحبة بين الشعوب العربية كلياتها يا رب. شكرا كتير لك.